عالسلامة الناس الكل، كيفكن؟ شو اخباركم؟ طمنوني عنكم. ويا اهلا وسهلا فيكم فيديو جديد مع الكسار. لا تنسى زر الجرس، اللايك، كومنت، الاشتراك، اند ليتس جو يا بيبي يا عزيزي يا قائد يا محترم. كبرنا ما تبدلناش، شوفوا في عبيد اتبدلت، تفرج دنياك ايش وليت، رجلها بالحبس تفدلك، اتيتود ما فماش، رابريت ايش من فضلت، بلاك ودي جانج معنا خضر ما فماش، هيت سيجار بليش من فضلك، بلاك ودي جانج يزيد فضلك، هيت سيجار بليش من فانتاستيك اكسترا اوردينري. That's how we do it baby. ويا كبير يا معلم، صفا الاولاد والبنات بازتا وتسلك والوضع كله سجلك لك كالعاده. يعني يا كبير، اول شيء الله ينصر اهلنا في فلسطين، وان شاء الله قضيتنا هذه وان شاء الله مسيبرين عليها. وطبعا التوينسي بعرفهم بخصوص القضيه الفلسطينيه، لهيك انا نحبكم برشا برشا برشا. باهي حاصلوا طولت عليكم الغيبه، ولكن والله اشغال حياتيه، بتعرفوا انتم الحياه كيف تمشي، ولكن انا لا استغني عنكم وانتم بتعرفوا هذا الشيء. يسعد لي قلبكم، يسعد لي كل اوقاتكم. خلينا نوصل هذا الفيديو ل 10000 لايك بأحلامك يا كسار. لا تنسى اللايك، لا تنسى الكومنت، لا تنسى الشير، لا تنسى البارتاج، لا تنسى كل شيء. وبنرجع لجونيور حسان، خاطر انا حبيته برشا. هذا الانسان كاسح، رابر كاسح، نحبه مواضيعه، نحب اسلوبه، نحب كل شيء، فنجعله حريقة. فرنسا على الاغلب. هي بياسات الحي. سقسي بياسات الحي تقول لك قداش سفرينا، الليالي تصبيح ومحنا مراكزكم مرقت فينا، عاشي حارب في الطحنة ذاك علاش اختار السفينة، عصابات اليوم اصبحنا بلادنا تفكت من ايدينا. سقسي حلو. بتعرفوا شو اللي كنت خايف منه انا من جونيور حسان؟ انه بس يمشي لفرنسا يتغير. بعتقد هو حيتغير شوي، لانه بيقول لك الشاعر يتغير على حسب البيئة اللي هو عايش فيها. اوكي، جونيور حسان هو شاعر، الرابر هو شاعر اجمالا، ولكن شعر الشوارع، فهمت علي كيف؟ اما الحلو انه علم الكواليتي التصوير، اصلا هو فات اصلا بكواليتي عالية، اما هلا نحس انه علم بكواليتي التصوير اكتر، وبعده بنفس الموضوع. بياسات الحي ما بعرف اذا عم بلفظها مزبوط، اما انا بعرف شو معناتها، وانتم بتعرفوا انه انا بفهم اللهجة التونسية بالكدا. حاصلوا البياسات الحي هني الكورنر او التركينة او الشارع او كذا اللي بيبيعوا فيها الممنوعات، اللي بيكون فيها اللحامين او الديلرز مثل ما بيسموهم. خلينا نكفي. بياسات الحي تقول لك قداش سفرينا، الليالي تصبيح ومحنا مراكزكم مرقت فينا، عاشي حارب في الطحنة ذاك علاش اختار السفينة، عصابات اليوم اصبحنا بلادنا تفكت من ايدينا. هيا وزارة الثقافة جو مابيل ساسي حسان، نفسي عزيزة يا مدير ويشرفني المهرجان، ركايبي ضربت في بعضها اول خطوة فوق السان، سمعت شكون ينادي باسمي دخلت نعفس بالتيان على لحظة. ثم حاجة حلوة بجونيور حسان إذا بتلاحظوها، ما بعرف إذا أنتوا لاحظتوها، إنه بكل تراك بيوجه كلامه بشكل مباشر. مثلا يا سي الحاكم، يا سي فلان، مثلا هون بيقول لك يا وزارة الثقافة أنا سي حسان، فهمت علي؟ أنا بحب برشا بهيدي الشغلة، ما بعرف إذا أنتوا لاحظتوها أو انتبهتوا لهيدي التفاصيل، إنه دايما بيوجه كلامه بشكل مباشر للشخص اللي بده يحكي معه، فهمتني؟ شابو با يا كبير. معطو فرخ صغير ويني حقوق الانسان في اختبار الزحفيتي، سياسة قمع وحرمان، الشكوى لربي سبحانه في بلاده بات بالعشاء، الله يمهل امتحانه فاصبروا على الابتلاء ولا يهمل الله سبحانه، محكوم ب 18 سنة بلاد العدالة قصور، لما نبقى ظالة رئيس في باله ديناصور، ان شاء الله يصبروا قشور الدواء. هلا هو قال محكوم ب 18 سنة، هو قبل كان محبوس 18 سنة ورجع طلع من الحبس، يعني ما عندي أي فكرة. أنا في شغلة أنا نحب نعرف معلومات برشا عن حياة الرابر، فهمتني؟ ليش؟ لأنه بصير أفهمه أكتر لما يكون يجي قاعد عم بيحكي. الرابر المفروض يعطيك من الحياة اللي هو عايشها، والحياة اللي هو مرق فيها، والتجارب اللي هو مرق فيها، والشي اللي شافه بعينه بالعين المجردة. جونيور حسان يعني شوي شوي بكل غنية عم بينزلها عم بعرف عنه شي جديد. هلا هو عم بيقول محكوم 18 سنة، هل هو قصده انه كان محبوس 18 سنة، كان بالسجن 18 سنة، او فما حاجة اخرى؟ صراحة ما عندي اي فكرة. فاللي عنده اي فكرة عن حياة جونيور حسان يكتب لي بالكومنتات. واصبر لحكمي ربك، ادعي الخالق البلاء، كلنا تعدينا بالضيق ما تحيزش تقول تحشيه، تلا يكشف صديق خائن بثوب الاوفياء، عس على تقربيع سنيك وطن يقمع لي يحكي الحق، تتكلم تتهز ساقيك وميا يجيك شربك في طبق، سقسي بياسات الحي. شو قال لك هون؟ هلا هيدي ما فهمتها انا، لحظة، شو هي اللي يجي في طبق؟ يحكي الحق، تتكلم تتهز ساقيك وميا يجيك شربك في طبق.
مش عم بفهمه صراحة أنا. وطن يقمع لي يحكي الحق، تتكلم تتهسقيك وميا يجيك شربك في طبق، سقسي بياسات الحق. صراحة ما فهمت هيدي اللي يجيك في طبق. اوكي فهمت انه في قمع على الحريات، ما فيك تحكي اللي بدك اياه، ما فيك كذا ومن هالقصص هيدي يعني. اما في هيدي بالطبق، شو هي اللي قبل الطبق؟ ما فهمتها. اما صراحة بومباستيك يعجبني كيف التطور اللي عم بعيش فيه، يعني الحالة المادية اللي كان فيها وصل رجع تحسن. انا بحب هيدي الشغلة، انه الرابر يعيشك التطورات اللي هو عم بيعيشها كمان بحياته، فهمتني؟ يعني شوف الفرق بين الفيديو كليبات في تونس والفرق بين هيدي، نفس الكونسبت اما مش في الحومه، اما هو مازال ولد الحومه، فهمتني؟ مش انه مثل برشا رابرات يطلع بقى سافر والله على يوروب، حرق على يوروب وبلش فلوس واوروات وما بعرف شو وهالحركات هذه. مازال جونيور حسان. عيطة تقول قداش سفرينا، الليالي تصبيح ومحنا مراكزكم مرقت فينا، عاشي حارب في الطحنة ذاك علاش اختار السفينة، عصابات اليوم اصبحنا بلادنا تفكت من ايدينا، سقسي بياسات الحيطة تقول قداش سفرينا، الليالي تصبيح ومحنا مراكزكم مرقت فينا، عاشي حارب في الطحنة ذاك علاش اختار السفينة، عصابات اليوم اصبحنا بلادنا تفكت من ايدينا. فبيقول لك انه اسال بياسات الحي بتعرف قديش نحن تعذبنا. هلا مثل ما معروف ببرشا بلاد انه فما برشا عباد تمشي تلجأ للزطلة ولا غيره لحتى نفسيا ترتاح الامور الصعبة اللي عم تمرق فيهم بحياتهم. اصيله فهل هو قصده انه نحن لانه كنا نروح نشتري زطلة ونشتري مخدرات وهالقصص هيدي فبيعرفوا البياسات الحي بيعرفوا انه نحن مرقين بهالوجع ومرقين بهالقصص المقرفة، او هو قصده عن بياسات الحي نفسهم، يعني المناطق مثلا اللي فيها الديلرز وهالقصص هيدي. حصل وكفي. بحر يهرب في ليل العالم متفاجئ، دقت طبول الحرب اتانا قائدكم لاجئ، اهل السلطة في سوبات في المنام اتا كابوس، استيقظ سلاح في راسك وين الرفدة متاع الكنوز، نستجرب كي نموت بالشر نشوف فيك تكفر بالفلوس، اين مهدي المنتظر لقد ضاقت النفوس، تو في ودني صوت يتعاود بين 9:30 الليل، حسن حل عينك رد بالك سبت معبي بالسيفيل، ولاد حليمة بلاش صنفيل، عيني رات زي براكي وشنو ذنب القليل، مرتك تحب على متراكي، يلا غالب يا زميل، يلا اصحابي تكراكي وانت ركب المستحيل، الرجلة دوب البرسوناج كابيتان سون بابيي، جونيور يكتب في الحقيقة وك حسان الرخلي، ززو يا ربي تسمع. نايس والله دي بومباستيك فانتاستيك اكسترا اوردينري. لاحظتوا انتوا كيف غير الميلودي بالبيت وكيف البيت اصلا صار من بعد ما لحظة يتعاود بين 9:30 الليل، حسن حل عينك رد بالك سبت معبي بالسيفيل، ولاد حليمة بلاش صنفيل، عيني رات زي براكي وشنو ذنب القليل، مرتك تحب على متراكي، يلا غالب يا زميل، يلا اصحابي تكراكي وانت ركبوا المستحيل، الرجلة دوب البرسوناج كابيتان. والله شابوبا اللي عامل البيت صراحة وحش لانه عيشك 2:10 ثواني بمود معين، رجع فوتك بمود تاني، رجعت تحس البيت صار اكتر اجريسيف، اكتر عنف فيه للبيت، فهمتني؟ سون بابيي جونيور يكتب في الحقيقة وك حسان الرخلي، ززو يا ربي تسامحنا غلطنا على الناس تعدينا، بريما باندا في ميلان ولاد محنا وربي يهدينا، بتبيعتو حسان في ديل وفكر حمدي شنو حكينا، الناس الخير تجري وتشري باش ما نباتش بالعشاء، يمشي نايك رول ارتيست شافوا الرجلة تعيش هنا، يمي بحربش النوم نحب نصلح باقي نعاني، بلاد قتلتني بالسموم والتوا تذوي على البراني، سقسي بياسات الحيطة تقول لك قداش سفرينا، شنو تذوي على البراني، يمي بحربش النوم نحب نصلح باقي نعاني، بلاد قتلتني بالسموم والتوا تذوي على البراني. بلاد قتلتني في السموم فهمتها، اما توا تضوي على البراني ايش قصده فيها؟ فهمتني؟ برجع بقولكم يا جماعه، فما برشا عباد اي انتش فاهمك، لا انا نفهم اللهجه نفهمها كامله، اما الفكره فما كلمه الواضح تبعها يكون شيء وما وراء الصوره المعنى تبعها يكون شيء تاني، فهمتني؟ انا منيش عايش معكم بالشوارع التونسية او في تونس تفهم كل معنى هو بيقوله، فما اسماء هو قالها انا ما بعرف من شكون هني، فهمتني؟ انتو ممكن تعرفون لانه عايشين حالي اللي هو عم بيحكي فيها، فما برشا مواضيع هو بيحكي فيها انا بفهمها من برا، اما كموضوع تماما يعني المضمون تبعها مش باش نجم نفهمها غير لما نسقسي، وكيفاش نسقسي؟ انا نسألكم، نسأل اصحابي توانسة وهيك وهيك وهيك، فهمتني؟ وانا نحب نعرف خاطر كان فما تراك تاني انحكى بنفس الموضوع، انا نعرف حالي كيف او شو احكي، فهمت علي كيفاه؟
فتوا اكتبوا لي بالكومنتات اي شيء انا قلته غلط او فهمته غلط او معي حق انه انا قلته بهذه الطريقة، ووضحوا لي الامور يعني. تقسي بياسات الحي تقول لك قداش سفرينا اليالي تصبيح ومحنا مراكزكم مرقت فينا عاشي حارب في الطحنة ذاك علاش اختار السفينة عصابات اليوم اصبحنا بلادنا تفكت من ايدينا تقسي بياسات الحي تقول لك قداش سفرينا اليالي تصبيح ومحنا مراكزكم مرقت فينا عاشي حارب في الطحنة ذاك علاش اختار السفينة عصابات اليوم اصبحنا بلادنا تفكت من ايدينا. والله شابوبا، والله شابوبا. انا صراحة لأقلك اياها وصلت لمرحلة قلت انه خلص ما عادش فما يعني ما عاد في شي رياكشن هيك يخليني انبسط انا عم بعمل رياكشن، ما عاد في ميوزك خليني انبسط انا عم بعمل رياكشن، فهمتني؟ يعني نحس حالي خلص كله نفس الشي يتعود. اما جونيور حسان اوكي اولد سكول بحت، اما عنده طريقة يخليك تسمع الميوزك متاعته، يخليك تفرح وانت عم تسمع الميوزك متاعته، فهمتني؟ فهون انا هيك نعمل دماغ صاحبي، ننبسط انه فما حاجة، فما مواضيع، فما شيء له قيمته قاعد عم ينحكى بالراب، فهمت قصدي كيف؟ والحلو انه الفيديو كليب سيمبل لذيذ، اما فما برشا حاجات هيك وهيك يعني شابوبا والله. بومباستيك فانتاستيك اكسترا اورديناري، شابوبا جونيور حسان، كل الاحترام. تحياتي الى الجميع، تحياتي الى الكساسرة وشعب السجليقلق العظيم، والله توحشتكم برشا سامحوني. اما هاني كل فترة بطل صوبكم سلم عليكم، وكان فما حاجة جديدة باش نعمل عليها رياكشن ديريكتمون، وفما كلاي كمان حينزل تراك قريبا، فان شاء الله بنركح امورنا ونعمل عليها رياكشن. حبكم برشا and let's go يا بيبي عزيزي يا قائد يا محترم. جونيور حسان الله يكاسح يا صاحبي يا والله شابوبا شابوبا. كبرنا ما تبدلناش، نشوفوا في عباد تبدلت، تفرج دنياك ايش وليت، رجلها بالحبس تفدلك، اتيتود ما فماش، رابورات ايش من فضلت، ما نقدر ما فماش، هيت سيجارة بلاش من فضلك، يزيد فضلك، هيت سيجارة بلاش من فضلك. Fantastic, extraordinary. That's how we do it, baby.